عايزه اقول لكم بقى يا جماعه ان مفيش اي حد اكل طاجن الكوارع ده من ايدي الا وحرفيا اتجنن عليه. يلا بينا بقى عشان اقول لكم على الطريقه بتاعته علشان تعملوا في العيد احلى واجمل طاجن كوارع. طبعا بقى هنجيب الكوارع من عند جزار مضمون وتكون صابحه وكمان تكون متنضفه 100%. هنحط الكوارع في حله وننزل عليها بميه بارده خالص من الحنفيه. هناخد بقى الحله بتاعتنا ونرفعها على النار. اول لما هتيجي تغلي هتلاقوا ان الحله بدات تطلع طبقه ريم كتير كده على الوش. هنشيل الريم ده في طبق وهنسيبها مره تانية، هتلاقوها برضو طلعت نفس الريم. هنكرر نفس العمليه كده 3 مرات لحد لما تلاقوا ان الحله ما بتطلعش ريم خالص. بعد كده هناخد الكوارع نطلعها في طبق وناخدها تحت الحنفيه نغسلها غسله كويسه ونرمي الميه اللي في الحله دي ونغسل الحله. هنجيب بقى الحله بتاعتنا نحط فيها ماده دهنيه، حطيت زيت مع سمنه بلدي. هننزل بقى عليهم بشويه بهارات صحيحه، عود قرفه مع فلفل اسود مع كبابه صيني مع ورق لورا مع كام فص من الحبهان. وهنشوح البهارات الاول مع الماده الدهنيه. اول لما تلاقوا ريحه البهارات ظهرت هننزل بقى بالكوارع وعليها بصلايه متقطعه 4 ومعلقه من الثوم. برضه هنديلهم تشويحه وبعد كده هنضيف عليهم نص كوبايه من عصير الطماطم او طماطميه مبشوره، وعلى طرف المعلقه كده صلصه طماطم ومعلقه كبيره من السكر. هنشوح الحاجات دي مع بعض كويس كده على النار بالظبط 5 دقايق على نار عاليه، وبعد كده هننزل عليها بميه سخنه. هنغطي بقى الحله بتاعتنا ونسيبها لحد لما تبقى 3/4 تسويه. هنجيب بقى حله تانية علشان نحضر الصلصه. برضه هنحط ماده دهنيه، حطيت زيت مع سمنه ونزلت عليهم ببصلايه كبيره متقطعه ناعم. البصله بتاعتنا بس تدبل، انا مش عايزاها تاخد لون، انا عايزاها بس تدبل. اول لما البصله تدبل هنزل عليها بمعلقه كبيره من الثوم المفروم وهنشوحهم مع بعض شويه لحد طبعا ما نشم ريحه الثوم. هنضيف عليهم قرن فلفل حار وده اختياري، لو مش بتحبوا الاكل يكون سبايسي استغنوا عن الخطوه دي. وطبعا بقى هندي للصلصه تشويحه كده مع البصل والثوم بالظبط دقيقتين على النار. وهنكون مجهزين عندنا لتر من عصير الطماطم، والطماطم دي انا ضربها كويس جدا ومش مصفياها. هنضيف عليهم بقى البهارات، معلقه ملح ومعلقه سكر صغيره ومعلقه من السبع بهارات ومعلقه فلفل اسود ومعلقه بابريكا. وهنغطي بقى الصلصه بتاعتنا لحد لما تتسبك خالص. هنجيب بقى طاسه تانية علشان نعمل فيها الطشه بتاعتنا. هنحط ماده دهنيه وننزل فيها براس توم كبيره. الكوارع يا جماعه يعني توم، هنزود التوم شويه. هنشوح التوم، انا مش عايزه التوم ياخد لون ذهبي، انا عايزه التوم يصفر بس كده. اول بقى لما التوم يصفر زي ما انتم شايفين كده هنزل عليه بمعلقتين كبار من الكزبره، ويا سلام بقى لو الكزبره دي انت كنتي لسه طحناها. هنشوحهم مع بعض وهننزل عليهم بنص كوبايه من الخل. كده خلاص الصلصه عندي اتسبكت تماما. هنزل عليها بنص الطشه وحوالي نص كوبايه من الكزبره الخضراء. وكده خلاص الصلصه بقت جاهزه، هنشيلها من على النار. والكوارع عندي هنا خلاص بقت 3/4 تسويه. هنظبط طبعا الملح ما كناش حطيناه في البدايه، وهننزل عليها بباقي الطشه اللي عندنا. وهنسيب الكوارع تكمل تسويه كده على النار مع الطشه اللي احنا حطيناها دي. هنحط بقى الصلصه بتاعتنا في اي طاجن او صينيه فرن. وهنا كده خلاص الكوارع بقت مستويه. انا بوريكم هنا ان هي خلاص بقت مستويه، يعني فاضل لها 10 دقايق بالظبط كده او ربع ساعه وتكون دايبه معانا. هنطلع الكوارع من الشوربه، ولو في حد بيحب الكوارع في الشوربه هنسيب له حتتين 3 يكملوا التسويه بتاعتهم في قلب الشوربه. هنرص بقى الكوارع في الطاجن زي ما انتم شايفين كده، وكمان على الوش مغرفه شوربه او مغرفتين. وهنظبط بقى الطاجن بتاعنا وعلى الفرن على طول. الفرن شغال على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت مع بعض. هتاخد في الفرن كمان بالظبط ربع ساعه وبس كده خلاص بقى بيطلع معاكم طاجن الكوارع بالجمال اللي انتم شايفينه ده. مش قادره اوصف لكم بقى جمال الطعم وجمال الريحه. انا حرفيا بقالي 14 سنه بعملها بالطريقه دي وعمري ما غيرتها. طبعا بقى ما عملتش معاكم الفته علشان ما اطولش عليكم الفيديو، بس لو حابين تعملوا فته الشوربه موجوده عندكم. وهنحمص شويه عيش وهنطبخ شويه رز، والصلصه اللي في قلب الطاجن دي هتحطوها فوق الوش بتاع الفته. بجد بجد يا جماعه الطريقه بتاعتي دي انا عمري ما غيرتها، وان شاء الله انتوا هتجربوها وانا متاكده انها هتعجبكم جدا جدا. وكده خلاص خلصنا، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.